بيبدأ الفيلم معانا برشدي، وده طالع راجل بيعرف نفسه، بيقول لك انا واحد بموت في النسوان، بس بالحلال ما تفهمونيش غلط، لازم نتجوز عرفي، واتجوزت كل الجنسيات. وبعد كده بنشوفه رايح يظبط واحده كده، واكتشف انها شيماء سيف. بيقول لها ايه ده، انت شكلك متغير خالص، العدسات مغيراك. فقالت له اه، وانت كمان برضه. انا قلت هيطلع واحد عجوز بقى خالص، بس انت لسه زي القمر. وقالت له انت جاي في ايه بقى؟ قال لها يعني ايه جاي في عربيه. فبدات تضحك جدا وتقول لا لا، الحاجات دي جاي مثلا في عض في بتاع. قال لها طب يلا نركب العربيه ونشوف الحكايه دي. وبدا يركبوا العربيه وبيكلمها ان هم يتجوزوا عرفي وكده. قالت له لا، الحاجات دي ادمت خلاص، النهارده في ابلكيشن وكل واحد معاه سكرين شوت. وبعد كده قالت له بس فهمني، بس هتدفع كام كده كتمنص يعني؟ قال لها يعني ايه؟ انستا باي عادي. قالت له نعم، قديمه الحركات دي قوي، انا هنزل هنا. وبعد كده الراجل اللي بيجيب له نسوان دايما قال له المره دي الدور على واحده محاميه. فقال له محاميه جديده دي؟ رفعت الجلسه وبدا يوصل. نشوف ماجده المحاميه بدات تدافع عن ابن كده ابوه مش عايز يصرف عليه ولا يعترف بيه اصلا، وكانت واقفه في صف الام. والراجل بدا يتضايق جدا، والجلسه راحت في صف الام، وماجده كسبت القضيه. وبعد كده كان رشدي بيستعد للديت اللي هينزله، ورايح يقابل الست ماجده دي. وهو في الطريق ركب الاسانسير مع واحد كده بيقول له بقول لك لو سمحت، انت مش عايز تبيع العربيه اللي بره دي؟ انا عندي ليك بيعه محترمه جدا. قال له اه لا لا، مش عايز ابيعها، بس الولايه اللي احنا طالعينها دي ماجده، مش واخد بالك الست عامله ازاي؟ انا شفت لها شويه صور كده، دي تهبل خالص. الله طبعا محاميه شاطره. قال له لا لا، محاميه ايه بس، الست كأنثى قمر. فبدأ يتخانقوا مع بعض لان كريم ده هو ابنها اصلا. وطلعوا فوق عند ماجده وبدات تكلمه انها طلبت تقابله مش عشان ديت او غرام ولا حاجه، ده بتقابله عشان تعرفوا ان عمته ماتت في استراليا. وهو مش مهتم خالص وعمال يسبل. قالت له الوصيه بتاعتها على فلاش، وبدأ نشغل الفلاشه ونشوف انها بتقول له انا سايبه لك ال 20 مليون دولار، بس بشرط انت عندك ابن من وسط الجوازات اللي عملتها دي كلها لازم تلاقيه وتربيه بنفسك. فبدا يقفلوا الفيديو وقال لهم انا هعرف منين يعني، انا اتجوزت ستات بعدد شعر راسي. بقول لك ايه يا مدام ماجده، ما ينفعش اديكي 5% كده ونمشي الموضوع؟ بدات ماجده تتعصب جدا وتقول له احنا مكتب محترم، وطردته بره. وبدا الناس يطالبوه بالفلوس اللي عليه، لان هو عليه فلوس كتير جدا وهيتسجن لو ما دفعهاش. فاضطر ان هو يطبق الوصيه وخلاص. فراح اعتذر لها وجاب عيل كده على انه ابنه، وست على انها مراته. وبدات ماجده تسالهم كده بتقول لها طب فين البطايق، فين الحاجه؟ قالت لا، ده انا نسيتها في استراليا هناك. وبدات الست دي تنفرد كده بابنها كريم ابن ماجده وتحاول تشقط. وبدات ماجده تقول لرشدي خلاص الوصيه هتتم فعلا، شكلهم مراتك وابنك، بس ال 20 مليون دولار. ووسط ما هي بتقول كده الست سمعت اللي هو بيقوله واتعصبت جدا، وقالت له انت مفهمني ان هم 200,000 جنيه وهم 20 مليون دولار؟ وفضحت كل حاجه. فماجده اتعصبت جدا وسابت رشدي ومشي. وبعد كده رشدي اتصل بيها قال لها في مشكله في المكتب بتاع المحاماه ده، وعايزين نحلها في المكان الفلاني. فراحت لقيتهم جاهز بلالين كده وبيعمل لها عيد ميلاد. قالت له على فكره انت مش صغير على الكلام ده، وانا برضو ست محاميه وكده. وبداوا يرقصوا فعلا ويلينوا شويه سوا. وفجاه لقى ابنها طبب عليهم وبداوا يضربوا في بعض واتسجنوا. فبدا يقول له في السجن مالكش دعوه بامي، انت تيجي هنا تطبق وصيتك وتغور في داهيه. قال له خلاص بس اهدى بالراحه، انت عايز ايه؟ عايز العربيه يعني؟ خدها. وبداوا يتفاهموا سوا كده. وراحت ماجده بعد كده تطلع الاثنين من الاسم. وبدا ابنها يقول لها خلاص يا ماما بقى نطبق الوصيه وخلاص، في واحده اسمها ساميه بيقول عليها دي هنشوفها فين. وراحوا فعلا لساميه دي عشان يعرف ابنه فين. وبدا يتخانقوا مع ست في الشارع كده، وماجده تقول لهم انا ست محاميه ممكن اسجنكم كلكم. ووصلوا فعلا لساميه دي وقالت يا ابني انا هعرف منين ابنك ومش ابنك، انا اتجوزت فوق ال 50 راجل، شايف كل العيال دي، وجابت عيال كتير كده. فماجده قالت ممكن نعمل دي ان ايه. قالت لا لا مش مستاهله، هو الواد الصغير التختوخ ده هو ابنك. وخدوا معاه فعلا البيت، وكل واحد روح بيته. وبعد كده تاني يوم كريم بيقول لماجده ما تيجي نشوف رشدي فين وعمل ايه دلوقتي. فراحوا لقوا الواد الصغير ده مربطه وضارب فيه علقه موت وسايبه، ومكتوب جنبه جواب ان الست دي اصلا ما خلفتش منه، بس هي عملت كده عشان هو استغلها زمان. وبدا يدوروا المره الجايه على كوتش اسمها رانيا بتتمرن في الجيم. وصلوا ليها فعلا وبدات تقول لهم ابن مين يا حبيبي، بشوف الدين ايه بعيد عني بقى، بس على فكره انت ابنك معايا، بس ممكن كلمتين كده على جنب. وخليته فعلا على جنب على حلبة مصارعة، وبدات تلطش فيه. ودخل كريم اتضرب هو كمان، وماجده اتضربت هم كمان. وبعد كده بنشوف رشدي قاعد كده في البيت بيرقص مع واحده مرات راجل قايد. ودخل الراجل جاره ده بيقول له يعني ده اخرة ان انا وثقت فيك تقعد تخون الناس في بيوتها؟ كان على الناحيه التانيه كريم بيقول لماجده الراجل رشدي ده وحشني والله، كان عامل جو حلو كده. فقلت تقول له جو ايه، ده راجل متخلف. ووسط ما هو بيقولوا كده دخل عليهم قال لهم صباح الخير، انا عرفت هنروح فين بعد كده، احنا هنروح مجلس تجميل اسمه دكتوره نيفين. وراحوا عياده التجميل دي فعلا. وبدا يقول لماجده هو انت فعلا كل ده طبيعي، مفيش فيلر مفيش حقنه؟ قالت له لا طبعا، ايه اللي بتقوله ده. وراحوا فعلا لقوا نيفين دي. قال لها هو انا ابني فين؟ الوصيه بتقول ان انا لازم اربي ابني بنفسي. قالت له اه يعني انت عايز تعرف اللي عندي ده ابنك ولا لا؟ صح هو ابنك تمام. وجي قرب منها كده عشان مبسوط قوي. قالت له لا لا استنى بس، انت مناخيرك كبيره كده ليه؟ ده محتاجه تجميل، وكمان الموضوع مش بالساهل كده، انا موافقه بشرط واحد بس، تدفع لي 20 مليون. فبدا ما يعرفش يعمل ايه في المبلغ ده كله، هو اصلا عايز الوصيه عشان يسد الديون اللي عليه. فبدا يقول لصاحبه ان هو هيبيع البيت ده خلاص. وبدا يقول له انت عارف بعيد عن كل ده انا نفسي ابقى اب والله. وكان على الناحيه الثانيه ماجده بتقول لكريم على فكره الراجل رشدي ده باين عليه قوي ملهوف على ابنه بجد، الراجل ده مش مجرد اب وخلاص او واحد عايز وصيه، في مشاعر ابوه كده انا فهمتها قوي.
فبدا كريم يقول لها هو بابا الله يرحمه كان بيبص لي كده وانا لسه مولود؟ قالت له اه طبعا، وحضنوا بعض. وكان على الناحيه التانيه رشدي قاعد مع نيفين وبيقول لها بصي هديك ال 20 مليون خلاص هتصرف واجيبهم واخد ابني شريف ده. قالت له ايه حكايه شريف دي؟ انت هتسوق فيها؟ ده مش ابنك اصلا. قال لها بقول لك ايه ما تهزريش، عايزه اكتر من 20 تمام. قالت له ده مش ابنك، انا ما بخلفش، اللي معايا ده ابن جوزي اصلا. فاتضايق جدا وماجده راحت له البيت وبدا يقول لها انت عارفه انا خسرت كل حاجه، عمال اعمل علاقات في كل مكان وما عنديش ابن تسند عليه. قالت له انت اللي اخترت تبقى لوحدك، حتى رجال الاعمال عندهم. قال لها بس انا راجل اعمال ناجح. وبعدين انت عملت كده ازاي محاميه اسمها عامل كده وعندك ابن ومحافظه على نفسك؟ قالت له لما جوزي مات فضلت اصبر واستحمل واحارب عشان ابقى اللي انا عليه دلوقتي. فبدا يقرب منها كده ويحاول يجر ناعم وقال لها وانا صعبان عليكي قوي كده؟ قالت له صعبان عليكي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت تصعب على الكافر اصلا. وسابته ومشي وبدا يشرب مع كريم صاحبه جوينت كده وبدا يحكي له ان حياته ممله قوي. ووسط ما هم بيشربوا كده بدا يقول له على فكره انا افتكرت واحده اسمها سندس دي ممكن تكون هي فعلا العروسه اللي انا مخلف منها. وراح فعلا ديسكو كده وبدا يشربوا وطبت عليهم ماجده وقالت له انت ازاي تجيب ابني هنا؟ قال لها لا ده شغل. بصي الرقاصه اللي هناك دي. وبدات تظهر انتصار طالعه بدور سندس وهي عماله ترقص. بعد كده قعدوا معاها على انفراد كده ويقولوا انت مخلفه منه فعلا؟ قالت لهم مخلفه من مين؟ هو ده بيعرف يعمل حاجه؟ وبدات تطلب مخدرات. فماجده بطبعها محاميه بتقول لا الحاجات دي ممنوعه. فطلعوا عليها سكاكين وبدا يرجعوا بالعربيه تقول انا كده اتقعدني مع ناس بيشربوا مخدرات ورقصات. وبدا يلاحظوا حد بيمشي وراهم بالعربيه. فبدا كريم يبص من الشباك ويحاول يخبطهم. وبعد كده العربيه وقعت من ارتفاع عالي جدا ونزلت على الارض والازاز اتكسر. وبدات ماجده تتعصب جدا وتقول له بقول لك ايه انا مش عايز اشوفك تاني. قال لها انا فعلا غلطت مره معاكي. قالت له غلطت مره واحده؟ انت غلطت طول حياتك، انا مالي بده كله، انا سايبه شغلي وماشي ادور وراك ليه؟ انت دمرت نفسك وغور من قدامي. فبدا كريم يقرب له كده. قالت له يا كريم الراجل ده مش هتشوفه تاني. فراح كاتب على العربيه كده بالتراب بحبك وهي مشيت. وبدا يشتغل اوبر ويخرم الكاوتش بتاع ماجده عشان تطلبه هو. فركبت معاه العربيه وبدات تقول له هو انت عملت ايه في حكايه ابنك؟ قال لها لقيته على فكره. قالت له بجد؟ وبدات تاخد بالها وتقول له انا مالي، نزلني هنا لو سمحت. ونزلت فعلا. وكان في نفس اليوم اتمسك بقضيه كده عليه شيكات متاخره هو راجع في كمين واتسجن 4 شهور. وبعد ال4 شهور ما عدوا جه ماجده وكريم يزوروه. ووسط ما هم بيزوروه كده لقى عمته الميته واقفه وراهم فراح واقع من طوله. وبدأنا نرجع فلاش باك ونفهم كل حاجه ان عمته دي ما ماتتش اصلا وراحت لماجده قصده عشان هي محاميه شاطره. ووسط ما هي بتصور الوصيه كانت ماجده شايفاها اصلا وبتقول لها برافو وتوجهها وقالت ان هو ده السبب اللي هي بتعمله عشان تعلم الراجل ده ان لعب بنات الناس غلط وما ينفعش كل يوم تلمع واحده وتنسى ولادك كده. ودي نفس القضيه اللي كانت ماجده معاها في الاول اصلا نفس النوع. وبعد كده بنشوف مشهد بعد كده بقى اخر مشهد في الفيلم ان كان رشدي ماشي كده وبيقول لك عمتي دفعت الفلوس ومحتاج اخد فتره نقاهه كده عشان ابدا من جديد، لازم اتعود كده ارتاح عشان حياتي تتغير بعد كده. وبيحضن بنتين اجانب كده وبيقفل الفيلم هنا. ده كان الفيلم يا جماعه. بصراحه يا جماعه انا ما اعرفش الافلام دي بتتعمل بغرض ايه ولا مين اللي يد انها تتعمل. ما حدش يقول لي بقى مش عارف اعمال ايه وحاجات كده يعني انها غسيل ومش غسيل. بس هي بصراحه يعني بيومي فؤاد اشطر من كده بكتير. وليلى علوي انا مش هتحامل عليها خالص. الراجل اللي عامل كريم ده مبدئيا قبل ليلى علوي الراجل ده عامل دوره حلو جدا وكوميديان شاطر وكان طالع في شمشون ودليله برده يعني هو ممثل شاطر بجد. وبظن ميشيل ميلاد برده ممثلين ناجحين قريب مؤخرين طلعوا يعني. ليلى علوي ما حدش يقول لي بتظهر كتير ومش كتير. الست دي زي ما بتعمل افلام كده بتعمل كده. والتواجد في السينما عموما مش غلط. هي اي حد قديم في الشغلانه بيقول لك السينما هي اللي بتعيش تمام. فلو هي عملت ده وعملت معاها منوره باهلها وعملت معاها مثلا فيلم ايتن امين اللي هو كان آل شنب وعملت معاها فيلم اللي هو كان ميوزيكال كان اسمه مش فاكر ايه اسمه مقسوم تقريبا كان معاها 3 اخوات. فالست بتقدم فاليو وبتقدم تجاري. انا بس يعني مش عايز اقول برضو ان ده تجاري هابط قوي لان هي مش عامله دور فيه اسفاف او كده خالص او ضحك رخيص. بس هو العيب بصراحه في فكره ان الميرج بينها وبين بيومي فؤاد ده بقى اوفر قوي. وغير ان بيومي فؤاد يا جماعه اشطر من كده يعني فكوكم السياسه والحاجات دي. الراجل ده عمل ادوار معلمه كتير جدا دكتور ربيع وكابتن مصر ومش عارف ايه. يعني كابتن مصر كان شبه قوي اللي هنا مثلا الفلاتي اللي بتاع وكان عامله في المساحه الضيقه دي احسن من فيلم واخده ساعه ونص لوحده. بس بصراحه الافلام دي انا مش حاسس انها ممكن تتطور طول ما الموضوع قايم على سفريه وخلاص. المخرج ده يا جماعه شاطر اصلا. المخرج ده عمل افلام زي خلصانه بشياكه مثلا مسلسل اشتغل مع هشام ماجد. فما اعرفش ليه الفيلم ده برضه مش عايزين نحمل حد حاجه احنا مش هنقيم ما نعرفش ظروف صناعه. بس انا يعني بصراحه ما اتبسطتش بالافلام دي قوي. ده كان الفيديو يا جماعه. اشوفكم في حلقه جديده. وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه يا جماعه. الفيديو ده صوره مش فيديوهات مجمعه عشان حقوق النشر بس تمام. ومع السلامه.